المشكل الاول وهو بزاف ديال الناس كيعتقدوا بانه في الدين مزيان تكون فقير، او لا ما مزيانش تكون باغي الفلوس، او لا ما مزيانش دينيا ان تكون لاباس عليك. بزاف الناس كيعتقدوا هذا المعتقد، ما عرفتوش شكون اللي اخترعوه، انا متاكد اخترعوا شي من داك خوتنا الاخرين غير باش يخلي العالم الاسلامي والمسلمين ديما واحلين، ما كيتقدموا ما كيتطوروا ما حتى شي لعب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك كان كيتعود من جوج الحوايج مهمين، من الكفر ومن الفقر. عرفتي، حط الكفر حدا الفقر، اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر. تخيل معايا، يعني الفقر حطوه تقريبا في نفس المرتبه، او لا نقولوا قل شويه من كفر. يعني بمعنى هذا شكو يعني انه الفقر شي حاجه خايبه. هو الا كنت انت فقير راك ماشي خايب ولا ماشي شي حاجه خايب، ولكن شنو اللي فقير، ولكن شكون اللي خايب هو انك تكون باغي تكون فقير، او لا باغي تبقى فقير. الا كنتي فقير يعني هذه خصك تمحيها من الدماغ ديالك. دينيا ما كايناش شي حاجه في الدين كتقول بانه الانسان خصو يكون فقير باش يكون انسان صالح ومسلم وزوين والى اخره، خصو يكون فقير. هذه ما كايناش، محيها من دماغك. بالعكس، الاسلام يحثك على انك تكون لاباس عليك، غني قوي. القوه شحال هذه كانت هي السيف، وكانت هي العضلات والفروسيه والى اخره. القوه ديال دابا ديال 2025 هي الفلوس، هي المال. خص يكون عندك الفلوس باش تقدر دير بزاف د الحوايج. دوله ما عندهاش فلوس فقيره، الا هجمت عليها دوله واحده اخرى غادي تغلبها، وحيت ما عندهاش السلاح ما عندهاش الفكر الى